لو كنت مكانهم كنت هتغامر وتاخد السفينه ولا تزورها سياحه؟ في يوم هادي خالص سنه 2012 على سواحل هولندا، الناس فجاه سمعوا صوت خبطه جامده. ببساطه سفينه شحن كبيره خبطت في سفينه تانية. السفينه الاولى كان اسمها كيرفس وخبطت في سفينه اسمها بولتيك، لكن الصدمه ان سفينه بولتيك غرقت في 15 دقيقه بس. والصدمه الاكبر ان السفينه كانت شايله 1400 عربيه ميتسوبيشي جديده كانت رايحه لروسيا، بس بدل ما توصل راحت لقاع الهامور، يعني صفقه عنب لسبونج بوب والصحبه الكريمه. وسابوا السفينه تحت البحر مده سنتين من غير ما حد يجي جنبها، لحد ما شركتين كبار قرروا ياخدوا الريسك، بس مش لانقاذ السفينه، لانقاذ اللي جواها. جابوا اكتر من 18 سفينه و150 عامل وقطعوا السفينه ل8 اجزاء عشان يعرفوا يطلعوا العربيات. وفعلا طلعوا اجزاء السفينه ومع العربيات، وبعد الصيانه والتاهيل العربيات دي اتباعت بمبالغ ضخمه جدا. الربح 150 مليون دولار. يعني من قلب الازمه طلعوا بيزنس موديل عبقري، ودي بتثبت لك ان مصائب قوم عند قوم فرص استثمار. انا عمر درش، وده العالم من وجهة نظري.